ريبيرو بيقول في المؤتمر الصحفي: انا عارف ان سياسه الاهلي المكسب، بس ما تنسوش ان الماتش كان ممكن يضيع مننا، فاحنا عملنا نتيجه ايجابيه ان احنا اتعادلنا. ده يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بيبو، ويلا بينا نبدا اول حلقه في القناه. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش يا صديقي دعمك باللايك. اولا كده يا عم ريبيرو، التعادل في الاهلي يعني خساره، فبالتالي نتيجه التعادل دي مش نتيجه حلوه. ثانيا بقى، وده الاهم، ان انت كنت بتقول ان احنا لعبنا الشوط الاول حلو. هات لي جمله واحده عملتها في الشوط الاول. انا يا اخي اول مره في حياتي من ساعه ما اتفرجت على كوره ما اشوفش جمله واحده اتعملت. اللي انا شفته في اللعب انك بتحضر بس، من غير بقى ما توجد حلول. انت بس باص 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 باص، استحواذ يا فرحتي باستحواذ 70%، واحنا لحد الدقيقه 41 اول شوطه من تريزيجيه من مجهود فردي. وفي حاجه مهمه، العند في الكوره وحش، بمعنى ان انت لازم تبقى عارف امكانيات لعيبتك علشان توظفهم صح. انت دلوقتي امكانيات لعيبتك في النادي الاهلي اكترهم تراب، اكترهم بيحبوا يلعبوا على المساحات، او التشكيله اللي انت نزلتها دي اكترها بتحب تلعب على المساحات، سواء زيزو سواء تريزيجيه سواء محمد شريف سواء اي حد. وانت عارف ان الفرق اللي هتقابلنا في الدوري المصري اكترهم هيلعبوا بال10 لعيبه ورا، فبالتالي انت عايز اللعيبه المهاريه اكتر من اللعيبه السريعه. بمعنى ان المفروض بطريقه لعبك دي اللي يبدا بن شرقي، وانا مستغرب قوي ان دي طريقه لعبك ومش عايز عبد قادر ومشيت رضا سليم. يعني طريقه لعبك دي هم دول اللي ينفعوا يلعبوا معاك، هم وبن شرقي. محدش يختلف ان النادي الاهلي عنده سكواد عالمي، ولكن طريقه اللعب اللي انت بتعملها دي انت كده بتكتم اللعيبه، انت كده بتخلي اللعيبه كلها يبانوا بطريقه وحشه. وفي حاجه عايز اقولها مهمه جدا، الناس اللي بتنتقد قفشه وبتنتقد شكري وبتنتقد هاني في الماتش ده، انا اسف يعني انت ما بتفهمش كوره. بتقول يعني ايه باكات ما رفعوش اوفر؟ طب ما هو المدرب اصلا اللي قايل لهم كده، ما المدرب هو اللي عايز يبدا من النص، ما المدرب اللي عايز يبقى اللعب في العمق، مش عايز يبقى اللعب على الاطراف، فبالتالي الباك مش هيرفع. فانت ازاي تنتقد لاعب وهو اصلا المدرب اللي قايل له يعمل كده؟ في حاجه بقى مهمه جدا عايز اتكلم فيها في الكوره. اي مدرب قبل الماتش يقعد يشوف الفرقه اللي قدامه، يشوف بتلعب ازاي، وبالتالي يبني الخطه على الفرقه اللي قدامه مع امكانيات لاعب. انما لا، ريبيرو بقى انا هبني الهجمه من تحت بس. طيب هل بقى انت كمدرب عارف يعني ايه تبني الهجمه من تحت؟ فبالتالي ايه المفروض تعمله؟ اللي انا شفته ان انت ما فيش اي حاجه عشان تبني الهجمه من تحت. اولا كده لازم كل اللعيبه تبقى متحرره، بمعنى ان الراس حربه بتاعك ممكن يرجع لنص الملعب عشان يسحب اللعيبه معاه، وبالتالي الباك يروح ضامن يبقى هو راس حربه مثلا، غير المثلثات الكتير، غير التحرك بدون كره كتير. وانا ما شفتش ده خالص. وايه الحركه بس اللي انت بتعملها دي؟ ايه الحركه دي؟ عشان معصباني. فانت يا عم ريبيرو لعيبتك لعيبه مساحات، لعيبه انطلاقات، مش اللعيبه اللي هي تلعب في المساحات الضيقه قوي. ما عندكش اللعيبه اللي يلعب في المساحات الضيقه دي غير دلوقتي بن شرقي والشحات انت طلعته اصلا. وفي حاجه اخيره مجنناني، يعني ايه ديانج ما يلعبش؟ يعني ايه احسن محترف في الدوري المصري واحسن محترف افريقي ما يلعبش؟ فيا عم ريبيرو، انت لو هتعند وهتلعب بالطريقه دي فاحنا كده في الضياع، مش هناخد اي حاجه. الطريقه دي مش هتنفع غير مع الفرق اللي بتفتح، واحنا في الدوري كل الفرق هتقفل قدامك الا مثلا فرقتين ثلاثه، الباقي كله هيقفل، فانت مش هتعرف توجد فرصه. يعني ماتش بورتو انا قلت انت فهمت خلاص، لقيتك رجعت تاني تعند وانت مش عارف اقول لك ايه. نداء بس سريع لاداره النادي الاهلي: لو فضلنا كده مش هنكسب اي حاجه، فوقوه وخلوه يغير طريقته. بس كده، دي كانت النهايه، وان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، واللي مش مشترك في القناه يشترك، ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.